وفي الختام نذكر بثلاثة أشياء. أولها لأنها تتكرر كثيرا، يوم الجمعة لما تدخل تسلم على واحد بإيدك بس ضاعت جمعتك، ضاعت جمعتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الحصى ده كان إيه؟ كان الجمع زمان ما فيهوش حصى، فاللي يقعد كده يلعب في الحصى وهو الجمعة شغالة يمسك واحدة ويرمي واحدة فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. للمرة المليون، ولسه في مليون تاني جايين في الخطب القادمة. فلان ده سلم عليه بره، انت بتلحق ثواب، بتلحق شوية حسنات، بتلحق حاجة فيها ذكر الله ربما لا نسمعها في هذه الأيام إلا من الأسبوع للأسبوع. ما تضيعهاش عشان خاطر الشيخ فلان. ما تدخلش ازيك يا شيخ فلان، انت هو مش وقته، مالكش دعوة بيه. انشغل بنفسك. دخلت المسجد أنت مع الله، مفيش كلام، مفيش نظر، مفيش تليفون، مفيش فلان أسلم عليه. يا عم ده الحاج فلان سلم عليه بره، لنفسك ليس لي. هذه نصيحة أذكرك بها وأذكر نفسي. أنت كده بتضيع جمعتك. يا عم أنا سلمت عليه من غير ما أتكلم، ضاعت جمعته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت أنا. والثانية نذكر أن هذه الأيام أيام نتائج امتحانات، مالكش دعوة فلان عمل ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مالكش دعوة. قال لك أنا نجحت، قول له ألف مبروك. طب جبت كام؟ مالكش دعوة. جاب قليل، مالكش، هو ما قالكش مالكش دعوة. لو جايب 100% أقول لك أنا نجحت وجايب 100%. هو ما قالكش. خلي عندك شوية ذوق أمرنا به الدين، مالكش دعوة، ما تسألش. طب هو جايب 100% وما قالش، مالكش دعوة. طب هو ما قالش هو نجح ولا لا، مالكش دعوة. هذا يؤثر فيك، هذا يخصك، لا مالكش دعوة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يمكن هو مش عايز يقول لك، فما تخليش واحد يضطر انه يكذب عشان انت فضولك عايز تعرف. هذا مما ابتلينا به في هذه الأيام. هو فلان نجح ولا لا؟ نجح. جايب كام؟ جايب 80%. يروح يسأل بقى هناك: هو صاحبك فلان نجح؟ نجح. جايب كام؟ جايب 65%. ده قال لي 80. ده انت مالك؟ انشغل بنفسك، انشغل بدنياك، انشغل بآخرتك. فهذا مما ابتلينا به في هذه الأيام، لأننا نسينا قول النبي هو الذي يقول ولست أنا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي الختام نذكر بإخواننا في فلسطين، نذكر بأن كل الذي نحن فيه لا ينسينا أن هناك عضو من أمة الإسلام لا زال محتل، لا زال فيما هو فيه، لا زال في الذي هو فيه، لم ينفك عنه، لم يزول عنه الغم الذي هو فيه. فواجبنا تجاهه أن نذكره أولا، نذكر الموضوع ولا نمل. واجبنا تجاهه أن ندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا أن يفك عنهم ما هم فيه. واجبنا تجاههم أن نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا. ومن أهم واجباتنا تجاههم أن نقاطع البضائع اللي بتدي الناس التانيين فلوس يقتلوا بها أخواتك في الدين، وأنت ستسأل عن ذلك. أنت ستسأل عن ذلك، أنت ستسأل عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. طب ده أنا بشرب، في مليون حاجة تاني تشربها. هتشرب الحاجة اللي بتدي فلوس للناس يقتلوا اخواتك في الدين، يوم القيامة تسأل عن هذا أمام الله. يا عم أنت هتقعد تقول لي مواطن، براحتك، هذا لك. أذكر نفسي أولا وأذكرك. فعلت فبها ونعمة، إن لم تفعل فحسابك مع الله وليس معي. فهذا مما نذكر به امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحديثه الآخر الذي يقول فيه ما معناه: أن تنصر أخاك باللسان أو بالمال أو بأي ما تستطيع. فهذا أقل ما نفعل تجاههم، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا